يا أخ الغيث إذا الغيث انسكب، يا شقيق الروح والحب تعب، إن للتغريد آدابا كما أن للقول حدودا وآداب، فإذا غردت يوما فلتكن واضح القصد على سن العرب، وتخير جيد اللفظ له، إن خير اللفظ لفظ منتخب، واحتسب أجرا على ما قلته، فاز من أخلص فيه واحتسب. وإذا نوقشت في أمر فلا تظهر السخط ولا تبدي الغضب، واستمع للناس في استدراكهم، رب تلميذ أتى منه العجب، واحذر التفريق هذا صاحب وله مرتبة فوق الرتاب، فإذا علقت دنوا نحوه باسم الثغر، وأن يسأل يجاب، وبعيد يبتغى قربا فلا يجتنى من جهده إلا التعب. ليث شعري كيف يرجى من إذا أطلق التغريد في أمر هرب، هو يملي حكما من فيضه وأنا أقبل رغم ما كتب. لا نقاش لا حوار، إنما يتلقى الشعب منه ما وهب. إن تكن تغريدة من فضة فمع الرتويت تغدو من ذهب، فاحتسب يا صاحي أجرا ربما بلغ الخير لذي حق وجاب، واقتصد في ذاك منعا للأذى، كثرة التدوير من إحدى الكرى، وتخير منه شيء رائقا لا ترتوت كل ما هب وداب، لا تروج شائعات معجلا وتثبت رب غريد كذاب، وانسب القول إلى أصحابه ليس حق الناس سيبا منتهى. كم رأينا من فتى منتفشا يتزيى زي أرباب الأداب، فإذا غرد أطرقنا له، وإذا قال جثونا بالركاب، وهو هجام سروق بائق يسرق الكحل ولا يؤذي الهدى. ليس كل الناس عصفورا، فكم من غراب راعني لما نعى، فاعرف الخير من الشر ولا تك كالأعشى إذا الأعشى احتطب. وإذا تابعت شخصا فلتكن محسن الظن ولا تلقي الرياب، واحذر النقد فلا تعجل به، وتأمل ربما برق خلا. لا تكن ممن إذا أمر بدا كتم الحسنى وغطى وحجى، وأبان العيب تشهيرا به، كلما أبصر إبداعا ثلب. أو كمن يرضى إذا وافقته وإذا خالفته يوما قلب. لا تتابع ذا ضلال بين
أنت لا تجني من الشوك العناب، أو أخا فكر سقيم بارد، إن رأى غرت أتباعا وثاب، أو فتاة جعلت صورتها فتنة يغدو بها القلب شعاب. واحذر الألقاب كم في جوفها من سراب، إنما العلم اللقاب. أوجز القول ولا تطنب به، إنما الأطناب في نسج الخطاب. لا تغرد كل وقت واجتنب ساعة، إن جئت تغريدا تعاب. وإذا ما كنت في سيارة لا تغرد، إن في ذاك العطاب. أو تكن في مجلس يرجى به أن تنال البر من أم وآب. وإذا ألقيت جنبا للكرى فاحذر التغريد، إن نوم غلب. قد محضت النصح أبغي أجره، وهو لي والله أولى وأحاب. فاقبلن بوح محب صادق، كالنمير العذب أو شهد الحدى، كالنمير العذب أو شهد الحدى، كالنمير العذب أو شهد الحدى.